هذه الفرصة علينا أن نغتنمها. لم يبقى من هذه الفرصة إلا القليل، 5 أو 6 أيام على الأكثر في هذا الشهر المبارك العظيم. وغرة هذا الشهر هي هذه الأيام. زبدة شهر رمضان هي الأيام الأخيرة، فيها ليلة القدر، وفيها أداء فريضة الزكاة، وفيها العتق من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: قسم شهر رمضان إلى 3 أقسام: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. أوله، وهذا شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. والأمور دائما بخواتيمها، فلنعمل على أن يكون الختام ختاما مسكيا طيبا طاهرا، نتقن فيه هذا الصيام إتقانا جيدا، ونستدرك فيه ما فاتنا من طاعات ومبرات وخيرات. وخير الصدقات هي ما كانت في هذا العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك الكريم، وخاصة صدقة الفطر أو زكاة الفطر، سمها ما شئت. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة فطرنا كل سنة قبل صلاة العيد، ولا نترخص في تركها إلا بطريق شرعي. إذا كنا لا نملك، يعني متى ما ملك الإنسان مصروف يوم العيد وليلة العيد زائد عليه، يجب عليه زكاة الفطر. في ناس بظنوا أنه لا يصير غني، لا، يعني مصروف يوم العيد وليلة العيد، ما هو المصروف الكبير، لا، المصروف الوسط الذي هو يكفي عائلته ويكفي من يعولهم. فإذا كان يملك مصروف يوم العيد وليلة العيد وزاد على هذا المصروف شيئا قليلا، وجب عليه زكاة الفطر أن يؤديها، لأن شهر رمضان كله بصيامه وقيامه وطاعاته موقوف ما بين السماء والأرض، لا يرفع، أو قال لا يدفع إلا بصدقة الفطر. يعني هذا الشهر بصيامه بقيامه بطاعاته بكل ما أتيت به من قراءة القرآن، كل موقوف ما بين السماء والأرض، لا يرفع ولا يقبل إلى الله عز وجل إلا بصدقة الفطر. فإذا لا يعفى حتى الفقير لا يعفى من صدقة الفطر. فليعلم كل الناس أنهم تلزمهم صدقة الفطر، فلنخرج صدقة الفطر ولا نبخل بشيء، حتى لو اضطررنا لأن نبيع شيئا من أمتعتنا التي لا ضرورة لها، ونخرج زكاة الفطر. لأنه في عنا أشياء زائدة في البيوت كثيرة، عنا أشياء زائدة على الحاجة، لأن الحاجة شيء والأشياء التي هي زيادة شيء آخر، فنخرج بدلها من الدراهم، من الأموال، من النقود، ونعطيها الفقراء حتى نجبر الصيام. لأن الصيام فيه يحضره لغو ورفث وغيبة ونميمة. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. على كل حال، لو واحد نسي ويوم العيد اتذكر ليخرجها ولو في أول يوم، لأنه في عندهم يعني مهلة حتى غروب شمس ذلك اليوم فيما أعلم، يعني لو واحد نسي، لكن الأفضل أن نخرجها من الآن، وأفضل أوقاتها بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، وقبل دخول الناس إلى صلاة العيد، قبل أن يخرج الإمام إلى صلاة العيد ننفق هذه الزكاة ونعطيها الفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم فقال: أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.